وفاة سجين جوه مقر الامن الوطني في اسكندريه بعد تعرضه لانتهاكات. ده خبر ما حصلش. ووزاره الداخليه نفت الموضوع واكدت ان الشخص المذكور من العناصر الاخوانيه ومحبوس على ذمه قضيه ارهاب بقرار من النيابه العامه، وقالت انه توفى اثناء تلقيه العلاج في المستشفى نتيجه تعرضه لهبوط حاد في الدوره الدمويه. زياده مرتقبه في اسعار وسائل النقل خلال الفتره الجايه، وتحديد سعر تذكره الاتوبيس الترددي ب 40 جنيه. ده خبر مضروب. ووزير النقل الفريق كامل الوزير اكد انه مفيش زياده في اسعار وسائل النقل خلال الفتره الجايه، وقال كمان انه بيتم انشاء محطات الاتوبيس الترددي على الدائري، ولكنه ما تمش تحديد سعر تذكرته لحد دلوقتي، لكنه كمان شدد على انها هتكون مناسبه للركاب. اسعار خياليه لحفل تامر حسني في مهرجان العالمين الترفيهي. ده خبر ما حصلش. وشركه تذكرتي المنظمه للحفل اصدرت بيان رسمي قالت فيه ان الاسعار المتداوله مخالفه للي موجود على موقعها الرسمي. الشركه كمان قالت ان واحده من الصحف المستقله نشرت الاسعار المتداوله دي وما راعتش الدقه في النشر. مصلحه الضرائب اعتمدت بعض الشركات الجديده كمقدم خدمه لفواتير الالكترونيه. ده خبر ما حصلش. والحقيقه وضحها الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحه الضرائب المصريه، واللي اكد ان اعلان بعض الشركات عن انظمتها وبرامجها كوسيط لارسال الفواتير على منظومه الفاتوره الالكترونيه كنظم معتمده من المصلحه لا يمت لها بصله. استراليا بتحذر مواطنيها من السفر لمصر. طب هو ايه الموضوع عشان محدش يضحك عليك؟ استراليا عندها موقع اسمه سمارت ترافلر بتدي من خلاله نصائح لمواطنيها قبل السفر لاي دوله. الموقع بشكل قاطع حذر من السفر لدول زي سوريا واليمن، وطالب بالحذر اثناء السفر لدول زي تركيا وفرنسا، بس وصى باعاده النظر في الحاجه للسفر لدول زي مصر ولبنان. والخلاصه ان الموقع اعتمد على تقارير امنيه قديمه لمصر من غير ما ياخد في اعتباره التطورات اللي شهدها الوضع الامني في مصر حاليا، بس بالبحث لقينا ان الاشاعه دي سلط عليها الضوء حسابات تابعه لجماعه الاخوان والمصنفه كجماعه ارهابيه، وكلنا عارفين ليه.